ده الجزء الثاني من اكتر 17 فيلم هينزلوا السنه دي 2025 في السينما المصريه، ما ينفعش تفوتهم. وفي المركز العاشر عندنا فيلم روكي الغلابه. طبعا كلنا عارفين شخصيه روكي بالبوا اللي اتعمل منه افلام روكي كلها، ولكن قصه الفيلم دي مختلفه شويه. طبعا هو بطوله دنيا سمير غانم، فاحنا متوقعين ان هو هيكون رايح ناحيه الكوميديا، اللي بتلعب فيه شخصيه حارسه شخصيه يعني سكيورتي تتولى حراسه وتامين احد رجال الاعمال الكبار اللي في الدوله. بيبدا بقى يحصل ما بينهم مشاكل كتيره. الفيلم بطوله كل من دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، محمد ثروت، احمد سعد، وسلوى عثمان. اما في المركز التاسع فعندنا فيلم الست لما. احداث الفيلم لسه مش موجوده دلوقتي وما نعرفهاش، ولكن طاقم العمل اللي موجود في الفيلم ده كبير جدا. الفيلم بطوله كل من يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، احمد صيام. ده غير كمان ان في ضيوف شرف كتير جدا في الفيلم. فيلم من اخراج خالد ابو غريب وانتاج ندى ورنا السبكي. اما في المركز الثامن فعندنا فيلم السلم والتعبان لعب عيال، وده هيكون الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان اللي نزل في 2001. الاعلان التشويقي بتاع الفيلم نزل من اسبوعين بالظبط. الفيلم هيكون ببطولة كل من عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر عابدين، ماجد المصري، وحاتم صلاح. التريلر بتاع الفيلم الصراحة عجبني جدا وأنا متشوق له قوي الصراحة. المركز السابع بقى عندنا فيلم درويش، ولسه مكملين مع عمرو يوسف اللي هو ماسك بطولة الفيلم ده. بتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينات حول رجل محتال بيعيش حياته بالطول والعرض بالمخاطر والمشاكل، وبعد كده فجأة بيبقى بطل شعبي للناس والحارة اللي هو عايش فيها، وبتتشقلب حياته بقى رأسا على عقب. فيلم بطولة كل من عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، طارق عماد، مصطفى غريب، وخالد كمال. واخيرا وصلنا للتوب 6 اقوى 6 افلام هينزلوا في 2025. وفي المركز السادس